صلى على النبي. انا عندي فكره كده، معرفش اذا كانت صح ولا غلط، بس فكروا معايا. بما ان احنا في مصر هنا دوله على حدودها في خناقه ما بين دولتين، خلينا يا عم نعترف مؤقتا ان دي دوله اللي ما تسماش دي، وان هي على حدودنا وجارتنا وبنحبها وزي الفل يا سيدي، وفي بينها وبين دوله تانية برضو بنحبها على حدودنا مشكله او خناقه او الاتنين مش متوافقين مع بعض. ليه ما نعملش زي الدول التانية ما بتعمل ونقول والله يا جدعان، نظرا لان احنا مش عايزين الخناقه دي طول بلدنا، والوضع عندنا والشعب عندنا بعد المظاهرات اللي حصلت مش راضي بالموقف ده، فانا عشان دوله جدعه هدخل بين الدولتين دول احل زي ما الباقيين بيعملوا، وانا اظن ده سياسيا ينفع، وادخل يا سيدي واعمل هدنه واقول يا جدعان محدش من هنا يضرب ومحدش من هنا يضرب. وممكن الفكره تتطور شويه ونعمل مبنى كده بين الدولتين، ونعمل في المبنى ده يا جدعان مؤتمر ندعو فيه كل الرؤساء بتوع كل البلاد، وتبقى دولتنا مصر هي اللي تنظم المؤتمر ده، بحيث ان كل الرؤساء بتوع كل الدول ينزلوا عندنا احنا الاول في مصر، واحنا ناخدهم كده بربطة المعلم ونمشي بيهم نروح بيهم عند المبنى ده بتاع المؤتمر ده. وعلشان ما تفهمنيش غلط، ما يجيش في بالك مذبحة القلعة، احنا ملناش دعوة بيها خالص، احنا بس هنفرج على الناس من الجهة بتاعتنا اللي هي قريبة من الدولة التانية اللي اتدمرت دلوقتي، هنفرجهم حجم الدمار اللي دلوقتي بقى موجود عندهم ومين اللي سببه، وبعدين نروح المؤتمر ده، وطبعا احنا اللي عاملين التنظيم بالكامل، ونحط فيه شروط ونخلي الكل يوافق عليها ضمانا علشان يحصل سلام ما بين الدولتين. ومن ضمن الشروط دي ان انا هسيب جوه البلدين دول او ما بين البلدين دول كام عسكري حلوين لضمان السلام ما بين الدولتين، وفي نفس الوقت هتبقى خطوة بحيث ان لو واحد من اللي ما يتسموش بص العسكري مصري بصة ما عجبتوش، تبقى بداية يا سيدي. مش عارف اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، مش عارف اذا كان في حد ممكن يبقى معايا فيه او لا، ولكن الوضع ما بقاش يسمح، ومخلي كل واحد فينا عايز يقوم من مكانه ويسيب حياته كلها ويروح هناك يعمل اي حاجة حتى لو هيشيل طوبة من على الارض. واي واحد الاحداث اللي حاصله دلوقتي مش وجعاه من جوه ومسببه له نفس الاحساس ده بدلائل دينيه وعلميه كتير جدا مش هقدر اغيلك فيها، بتقول ان انت مش بني ادم اصلا، وان انت اشبه لا مؤاخذه بالخنزير. وربنا يسترها على اخواتنا هناك ويسترها علينا ويخلي اللي احنا فيه دلوقتي ده من وجع وهم بدايه خير باذن الله. سلام.